في سنة 1912 كان في عالم ألماني اسمه بورشارد، كان بيعمل حملة استكشافية في تل العمارنة. لقى تمثال نصفي لوجه أنثوي ملكي، وكتب عليه في مذكراته: شكل التمثال لا يوصف، لازم ان هو يتشاف. في الوقت ده كان في قانون بيقول ان اي تمثال ملكي ما ينفعش ان هو يخرج بره مصر، ولازم يتسلم لوزارة الآثار. وهو كان عارف ان التمثال ده تمثال ملكي، بس هربه على اسكندرية، ومن هناك على سفينة على ألمانيا. مصر قعدت تطالب بان يرجع التمثال مرة تانية، بس في سنة 1933 هتلر يرفض ان التمثال ده يرجع. وفي بداية الحرب العالمية التانية يروح التمثال ده على قبو في بنك، ويفضل يتنقل من مكان لمكان عشان القصر، لغاية ما يرجع تاني المتحف في برلين، ويتعمل له غرفة خاصة ويتعرض، والناس تقف عليه بالتوابير علشان تشوف جمال الست المصرية. قصة إنسان النهاردة هنشوف الملكة نفرتيتي. بس قبل ما نشوف الحلقة دي، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. تعملوا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا. اكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين تعملوا عنها. وأحب أفكركم إن انتوا لازم تشوفوا حلقة الملكة تي، علشان دي ليها علاقة بالملكة نفرتيتي وليها تغطية لأحداث الفترة دي. يلا بينا نبدأ. نفرتيتي مش متأكدين من أبوها أو من أمها، بس متأكدين إن هما كانوا مساعدين الملك، لأن هي في الأساس كانت بتعيش في القصر الملكي كجزء من حاشية الملك. بس بعد كده يشوفها ولي العهد إمنحتب الرابع، أو اللي هو مستقبلا إخناتون، ويحبها وهي كمان تحبه، ويتجوزوا. بس بعد كام سنة يموت إمنحتب الثالث أبوه، ويبقى هو الملك على مصر، ويعين نفرتيتي كزوجة ملكية ليه، ويخلف منها 6 بنات، منهم واحدة اسمها ميريت أتون، وواحدة تانية اسمها عنخ إسئين آباتون. وافتكروا الاسم ده كويس، اللي هي أساسا اتجوزت من أخوها اللي هو توت عنخ آمون. بس توت ما كانش من نفرتيتي، كان من أم تانية. إخناتون بقى بنى لنفرتيتي 3 معابد ليها، وده كان شيء مختلف وكان غير عن التقاليد الموجودة في الوقت ده. وكان بتساعد جوزها دايما لغاية ما قرر ان هو يحول الديانة المصرية من أمون لأتون، وينقل العاصمة من طيبة لأخيتاتون اللي هي دلوقتي تل العمارنة، وتروح معاه على هناك. ونشوف بقى شكل جديد من الفن المصري، صور عائلية لإخناتون مع نفرتيتي وبنات، ده غير صور غير تقليدية بتدل على قوة نفرتيتي. يعني مثلا نفرتيتي في صورة ليها أو جدارية ليها بتلبس ليها التاج الأحمر اللي ما كانش ينفع حد يلبسه غير الملك، ده غير إن في جدارية تانية ليها وهي بتشد شعر الأعداء. والصورة دي بالذات كانت للملوك من أيام مينا موحد القطرين، بس كل ده يهون قدام قوة ومكانة نفرتيتي. ده غير بقى ان هي هتحول اسمها الملكي لنفرو اتون نفرتيتي، يعني جميل الجميلات اتون قادمة. وطبعا الملكة تي كأم الإخناتون كانت في الوقت ده قاعدة في طيبة، لان هي كانت بتحاول ان هي تسيطر على كهنة امون علشان ما يعملوش اي حاجة ضد إخناتون. ده غير ان القوة العسكرية في الوقت ده لمصر إخناتون ما كانش بيهتم بيها زي ما كان بيهتم بالديانة الجديدة. كل ده ينفجر في السنة ال 12 من حكمه، فمع موت بنت من بناته اللي هي في نفس الوقت بنت من بنات نفرتيتي، الكهنة يعلنوا الحرب عليه. هكذا أجزاء من كوش وأجزاء من سوريا يسيبوا الإمبراطورية المصرية، وأجزاء تانية من سوريا الحوثيين يحتلوها، وتروح على طول الملكة الأم تي على إخناتون علشان تنصح ابنها بسبب الرسائل الكتيرة اللي جات لها من ملك الميتاني اللي هو في العراق، والأمراء بتوع الولايات اللي موجودين في الشام اللي عايزين يستعينوا بإخناتون، بس إخناتون ما بيردش عليهم ولا بيرد على رسائلهم علشان يساعدهم ضد العدو الجديد اللي هم الحيثيين الموجودين في الأناضول. بس تي ما تلاقيش رجا من إخناتون وترجع على طيبة، ونفرتيتي تسيب إخناتون وتروح على قصر منفصل ومش عارفين ليه، ومعاها كمان توت عنخ آمون. وبعد كده نلاقي اختفاء اسم نفرتيتي من السجلات، ويحل محلها بنتها ميريت أتون. بس بعد كام سنة نلاقي اسم جديد اسمه سمنخ كارع، وده عينه إخناتون خليفة ليه عقبال ما توت عنخ آمون يكبر، لأن في الوقت ده توت عنخ آمون كان لسه طفل، واداله لقب نفرو آتون. واللقب ده أساسا لقب أنثوي معناه الجمال الفائق، واللقب ده أساسا كان لقب لنفرتيتي. وهنا بقى العلماء قالوا إن ممكن يكون سخمن كارع هو في نفس الوقت نفرتيتي عملت زي حتشبسوت وبقت ملك، لأن الاسم ده اللي هو نفرو آتون اسم ملكي أنثوي مش ذكوري. بس هنلاقيه إن هو اتجوز زوجة ملكية اللي هي ميريت أتون. إزاي الأم هتتجوز بنتها؟
وفي سنة 1907 يلاقوا اكتشاف عن موميا. وبعد كده في الفترة اللي كانوا بيعملوا فيها إشاعات وتحاليل على المومياوات في المتحف المصري اللي في التحرير، اكتشفوا إن الموميا دي كان بتاعت راجل عنده 25 سنة وشكله زي توت عنخ آمون، علشان كده قالوا إن هو سخمن كارع. وفي الفترة الأخيرة قالوا إن ممكن يكون ورا الحائط بتاع مقبرة توت عنخ آمون ممكن تكون مقبرة نفرتيتي، لأن مقبرة توت صغيرة قوي إن هي تكون على مقبرة ملك. علشان كده بيقولوا ممكن يكون ورا الجدار بتاع المقبرة ممكن يكون في مقبرة لنفرتيتي. بس وزارة الآثار قالت إن مش ههدم أي جدار أثري مهم زي ده، علشان ممكن يكون في مقبرة أو ممكن ما يكونش. لو تفتكروا في حلقة الإمبراطورة فوزية قلت إن جمالها لفت انتباه كل العالم، من تشرشل أشهر وزير وزراء إنجليزي لغاية شارل دي جول أشهر رئيس لفرنسا. هكذا الحال مع نفرتيتي، لفتت انتباه كل العالم لدرجة ان هتلر يطلب ان يتعمل نسخة من التمثال وتتحط في بيته من جمال التمثال، ويتقال على نفرتيتي ان هي اجمل ملكة في العصور القديمة كلها. وزي ما اختارت فوزية ان هي تخبي كل الاسرار وتدفن معاها، هكذا نفرتيتي تخبي كل الاسرار وتندفن معاها، ومحدش يعرف فين نفرتيتي موجودة ولا فين المقبرة بتاعتها ولا فين اي اثر ليها. وبس كده خلصنا الحلقة بتاعتنا عن الملكة نفرتيتي. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. مع السلامة.